مشروب قوي جدا لحرق الدهون، خسارة الوزن، سد الشهية، والأحسن ان هو مشروب صحي بيرفع المناعة، مفيد جدا جدا. هقولكوا كل فوائده النهاردة. اتمنى ان انتوا تتابعوا الفيديو للآخر وتعملوا بكل الحاجات اللي انا هقول عليها وكل النصايح، لان بجد الفيديو مفيد جدا لكل الناس اللي عايزة تخسر وزن ودهون، الدهون العنيدة بقى المتراكمة بقالها فترات طويلة من غير ما تعمل رجيم قاسي او تحرم نفسها من الاكل. بجد مشروب روعة. اتمنى ان انتوا تتابعوا الفيديو للآخر، وياريت تشيروه مع اصحابكم. اول حاجة يا جماعة، انا كده عندي مكونات سهلة جدا وبسيطة، والافضل ان هي طعمها، يعني احلى حاجة فيها ان هي طعمها حلو من البيت، ما بتشتريش اي حاجة مكلفة خالص. انا عندي هنا قشرة برتقانة، طبعا اهم حاجة اكون غسلاها كويس قوي. لو عندنا متاح برتقان هناخد منه، يعني مش هاخد قشرة البرتقانة كلها، ممكن اخد بتاع النص بس. مش متاح خالص عادي جدا استغني عنها، مش هتفرق معانا كتير، بس طبعا لو معانا هتبقى حلوة جدا، لكن لو مش معاكي مش مشكلة. انا عندي هنا كمان ليمونة. طبعا قشر البرتقال غني بفيتامين سي قوي جدا، يمكن اكتر من البرتقال نفسه. القشر يا جماعة فيه يعني له فعالية قوية جدا لإذابة الدهون بجد، وبيرفع الحرق جدا. عندي كمان ليمونة قطعتها كده 4 اجزاء. عايزة اقول برضو الليمون والقشر بتاعه قوي جدا لحرق الدهون، غني بفيتامين سي، وده بيعلي الحرق جدا. فالمشروب هيبقى قوي قوي النهاردة لو عرفنا نضيف له البرتقال. ما عرفناش برضو باذن الله هيجيب نفس النتيجة، ما تقلقوش. يعني كمان حتى البرتقال بيديله طعم احسن، يعني طعمه كده بيبقى جميل ولذيذ قوي. اخدت كده الليمونة كلها طبعا بالقشر، واخدت حوالي قشرة نص برتقانة. طبعا لازم احطها في اناء يترفع على النار، دي اهم حاجة. النهاردة انا هعمل المشروب ده يكفي يوم كامل، يعني هعمل كوبين هيكفي اليوم كامل بأمر الله. عايزة اقول ان الليمون حلو قوي، بيرفع التمثيل الغذائي، يعني بيزود الحرق جدا جدا. كمان غني بفيتامين سي زي ما قلنا، فبجد حلو قوي قوي لخسارة الوزن، ومفيش حد جرب الوصفات اللي فيها ليمون وهو خيبت معاه. بجد من اكتر الحاجات الحلوة قوي اللي بتدوب الدهون. كمان تاني مكون عندي القرفة او الدارسين، زي ما في ناس بتقول عليها في دول تانية. القرفة بقى مش عايزة اقولكوا قد ايه جميلة. طبعا احنا وريتكوا العود القرفة ده ممكن نستخدمه، اللي هي القرفة الخشب او العيدان. بنجيبها طبعا للاكل والكبسة والحاجات دي بتتحط عليها، وهي جميلة جدا. ممكن نستخدمها او نستخدم البودر. انا هستخدم البودر النهاردة لان في ناس كتير بتبقى عندها متاحة البودر اكتر، فهعمل لكم الوصفة بيها بإذن الله. طبعا القرفة الباودر او القرفة عموما من اكتر الحاجات اللي بتنزل مستوى السكر في الدم، وده حلو جدا لمرضى السكر، فالمشروب مفيد ليهم جدا. انا حطيت نص معلقة بس، وهيبقى على كوبين. اصحاب الضغط العالي ما تقلقوش يا جماعة، الوصفة يعني كويسة، جربوها، ولو حسيتوا ان هي مش مريحة ليكم ما تستمروش فيها. بس انا اعرف ناس كتيرة جدا بتعملها عندها ضغط عالي، طالما بتاخدي الادوية بتاعتك والمشروب بيبقى بنفس الطريقة كده، ويعني هتشوفوا الطريقة للاخر، فبجد بيبقى كويس جدا، ما بيسبب لهمش اي مشاكل خالص. فجربوه وشوفوا يعني هيبقى معاكوا عامل ازاي. طبعا القرفة من اكتر الحاجات اللي بترفع او بتساعد على الهضم والتمثيل الغذائي بشكل سليم جدا، كمان حرق الدهون بشكل فعال، وكمان بتسد الشهية. طبعا انا حطيت هنا كوبايتين من المية، عايرت كده المج او الكوباية اللي انا يعني هشرب فيه. كمان هضيف ربع معلقة زنجبيل بودر او جنزبيل بودر. الناس بقى اللي عندها جنزبيل فريش ممكن تحط برضو شريحتين منه، حلو جدا وقوي برضو جدا لحرق الدهون وخسارة الوزن. مش عايزين تضيفوا زنجبيل، مش عايزين تخلطوه مع القرفة. الناس بقى اللي بتخاف من الضغط وكده، مع ان والله ملوش علاقة. عايزة اقول لكم ان اصلا الجنزبيل من الحاجات اللي بتوطي الضغط، والمعلومة دي في ناس كتير قوي بتشكك فيها، بس لو دخلتوا حتى على النت هتلاقوا ان الجنزبيل مكتوب ان هو بيوطي الضغط، وده كلام مصادر كبيرة كتيرة جدا. طبعا قلبتهم مع بعض، حطيت حوالي ربع معلقة بس من الجنزبيل عشان ما يكونش حامي علينا. مش حابين تضيفوه عادي جدا، حطوا كمون، ممكن تحطوا كمون حصى او كمون مطحون نص معلقة برضو. عايزة اقول لكم حلو قوي للغازات والانتفاخات، برضو بيزود الحرق جدا، يعني ده او ده براحتكم. طبعا انا هنا بدأ يغلي، اللي رفعته على النار بدأ يغلي. اول ما هيغلي يا جماعة
دلوقتي كده ويبدأ يندمج كده مع بعضه هعد دقيقتين بالظبط، واول ما يخلص الدقيقتين هطفي عليه زي ما انا طفيت هنا كده بالشكل ده. وطبعا انا كنت مغطيه عليه، انا بس مجرد بوريكم وبغطي تاني عشان احفظ اي زيوت طياره. انا عايزه احافظ على الفايده بتاعه المشروب بتاعي. سبته بقى على جنب وغطيته تاني بعد ما طفيت. طبعا غلى بس دقيقتين وطفيت عليه وسبته هدي خالص واندمج مع بعضه. وبعد كده هبدأ ان انا اصب الكوبايه اللي انا هشربها الاولى وهركن التانية خالص. طبعا لو هو غالي شويه بيبقى يعني تقدروا تقولوا كده الكميه قلت شويه، فممكن نبقى نزود الميه، يعني نحط كوبايتين وربع عشان يعني لو الميه قلت. بس هي طبعا الكوبايه هي يعني اللي موجود برضو هيبقى قده، يعني ما تقلقوش طالما اصلا انا ما خليتوش غلا كتير، هم بس دقيقتين. فهنا صبيت الكوبايه الاولى. المفروض هاخدها امتى بقى، مواعيد اللي انا اخده فيها والطريقه الصح. المفروض ان المشروب ده يتاخد الصبح خالص على الريق. طيب في ناس هتقولي معدتنا وبنخاف من المعده، او يعني خايفين على معدتهم. المشروب ده لما يتاخد على الريق يا جماعه عشان نكمل فايدته ونكمل رفعه للمناعه، وان هو قد ايه مفيد حتى مش للتخسيس بس، هنحط عليه معلقة عسل أبيض صغيرة، معلقة عسل نحل طبيعي طبعا يفضل. لازم نكون متأكدين ان هو مصدر طبيعي مش عليه سكر او مختلط بيه حاجة، يكون من مكان موثوق فيه. وبقلبه كويس وبشرب المشروب وهو دافي كده، ما يكونش سخن، على الريق وقبل الفطار بحوالي نص ساعة. المرة التانية بقى انا هسيبه طبعا وبعد كده هدفيه ساعتها برضو. المرة التانية هتكون امتى؟ المرة التانية هيكون قبل الغدا بنص ساعة. طبعا المرة الأولى دي فيها فوائد جبارة لرفع المناعة بقى وسد الشهية كمان وإذابة الدهون. المرة التانية اللي هي قبل الغدا دي هتشتغل كمان على حرق الدهون طبعا وكمان سد الشهية. بس عايزة أقول لكم إن المرة الأولى دي أكتر يعني فايدة لأنها على الريق ومعاها عسل أبيض كمان. في المرة التانية مش هناخد عسل، هي أصلا طعمها فعلا مش محتاج تحلية خالص، يعني عشان برضو العسل بيبقى احسن على الريق، لكن ما ينفعش اخده تاني في نص اليوم كده هيكون زيادة سعرات. خلوها من غير عسل. وطبعا ما ينفعش نحط سكر اطلاقا، هو بس بالعسل الصبح، والمشروب التاني قبل الغدا بنص ساعة. طب مين الناس اللي ما ينفعش ياخدوا المشروب ده؟ الناس اللي عندها طبعا الاول حاجة الحوامل والناس اللي بترضع ممنوعين تماما. انا على فكرة مش بشربه الفترة دي، انا بس عاملهولكوا عشان اساعدكم الفترة دي، لان في ناس كتير قوي طالعة من رمضان والعيد عاوزة تخس. وبجد المشروب ده جبار والله، جربوه عن تجربة رائع. هتمشوا عليه، ممكن تمشوا عليه لمدة شهر، ممكن مثلا تعملوه اسبوع وتريحوا، يعني اسبوعين وتريحوا اسبوع وترجعوا له تاني. عايزة اقول ان هو فعلا حلو قوي، بلاش بس للحوامل واللي بيرضعوا. اصحاب الضغط العالي جربوا، ولو حسيتوا ان هو مش كويس ليكم امتنعوا عنه تماما، مش مشكلة خالص، في مشروبات تانية تنفع معاكم. وده كان الفيديو، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. مع الف سلامة.